نبدأ مع قصص جديدة تبعث فينا روح الأمل والتفاؤل واليقين بتحقيق الأمنيات وتفريج الهموم. القصة الأولى تقول: بفضل الله ثم بفضل الصلاة على النبي الصيغة الإبراهيمية كانت سبب في إيقاظ لقيام الليل وصلاة الفجر، ناهيك عن تسخير الناس لك وتلبية أمنياتك حتى الصغيرة ولو كانت تافهة في نظر الناس لكن بعين كبيرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. القصة الثانية تقول: الجمعة الماضية رددت في الصلاة الإبراهيمية يوم الخميس ليوم الجمعة، وربي جاني مبلغ 7000 ريال هدية من أختي. سبحانك اللهم وبحمدك، ما شاء الله تبارك الله. القصة الثالثة يقول: أنا مغترب وانتهت إقامتي 3 سنوات ويبقي لها تجديد ونقل، وكنت متعطل أيام كورونا وما لقيت عمله. رددت الصلاة الإبراهيمي ورأيت رؤية مثل فلق الصبح. جاني شخص قال تمسك بها فإنها المنجية وما هي إلا أسبوعين ولقيت وظيفة ونقلوا لي وجددوا لي الإقامة 4 سنوات وسافرت. تمسكوا بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.